هو ايه موقف ثلاثي الزمالك المصاب، وهل هيلحقوا ماتش الاهلي ولا لا؟ خوان بيزيرا والثنائيه اللي اتصابت في ماتش امبارح بنتايج وعدي الدباغ، هل هيلحقوا ماتش الاهلي ولا مش هيلحقوا ماتش الاهلي؟ خلي لي كده خوان بيزيرا دلوقتي، وتعالوا نبدا باصابه بنتايج وعدي الدباغ اللي اتصابوا في ماتش بيراميدز امبارح. بنتايج وعدي الدباغ نفس الاصابه وهي شد في العضله، ودي حاجه مش خطر خالص، ديت محتاج ممكن ياخد راحه سلبيه النهارده، بكره التمرينه تكون خفيفه، وان شاء الله يوم الاحد يوم الماتش بنتايج وعدي الدباغ يكونوا جاهزين لمباراة القمة. الإصابة دي ما تمنعهمش من المشاركة قدام الأهلي، وكده ده خبر أكيد بالنسبة لي مفيش منه أي قلق. نروح بقى على الخبر اللي كل الزملكاويه مستنيينه، هل خوان بيزيرا هيلحق ماتش الأهلي وهيلعب ولا مش هيلعب؟ مبدئيا كده وخلينا متفقين إن لو ما كانش فيه أي فرصة لمشاركة خوان بيزيرا في السوبر المصري في الماتشين اللي احنا مسافرين نلعبهم أصلا، كان بنسبة كبيرة كان ممكن يسافر مع البعثة، ولكن ما كانش هيبقى موجود في القايمة. يعني كنتوا ممكن تشوفوا في المدرجات جنب دونجا، مش هتشوفوا في المعسكر ومع اللعيبه والكلام دوت، ان كان هيبقى من باب اولى ان انت تاخد لعيب تاني في القايمه. خوان بيزيرا شارك في التمرينات اللي فاتت على خفيف كده، وابتدى يعني ياخد جزء من التدريب، وبنسبه كبيره ممكن جدا تشوفه قدام الاهلي عادي جدا، ولكن ممكن ما يكونش اساسي، وممكن ما تخاطرش بيه او تنزله غير لو احتاجته والماتش شغال. يعني بعد الشر لو النتيجه مش كويسه او مش مرضيه والاهلي قدر يسجل والزمالك متاخر على مدار الماتش، هتلاقي نفسك في الشوط الثاني محتاج حلول، فهتضطر تنزل خوان بيزيرا حتى لو مش سليم 100%. لكن لو الماتش ماشي تمام ومش محتاج خوان بيزيرا ومش محتاج ان انت تهاجم والدنيا معاك كويسه، سجلت هدف وقادر تحافظ والنتيجه كويسه في ارض الملعب، مش محتاج تنزل او تهاجم، فبنسبه كبيره ممكن ما تشوفش خوان بيزيرا في ماتش القمه. كان في لقاء لكابتن عبد الناصر محمد كده مع المذيع، وسأل على إصابة خوان بيزيرا، وقال إن هو زي ما قلت لك شارك في التدريبات، وإن ممكن بنسبة كبيرة يكون موجود في ماتش الأهلي، وما نفاش خالص إنه ممكن ما يكونش موجود. إن شاء الله يتم شفاعه على خير، وبإذن الله يكون جاهز لنهائي السوبر المصري أمام الأهلي.